أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 82 من كرة مع العمدة، والحلقة 14 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. الدوري المصري بتاعنا فيه 18 فريق، يعني كل فريق بيلعب 34 مباراة في الدوري. فهل من المعقول إن فرقة زي النادي المصري مثلا تكسب ال 34 مباراة وما تخسرش أو حتى تتعادل؟ أكيد طبعا لا. طبيعي إن هيبقى فيه هزايم وتعادلات وإصابات وإيقافات، لأن فيه ضغط مباريات وتغييرات في الأجهزة الفنية. كل ده بيفرق في النتائج. ده حتى الأهلي والزمالك اللي معاهم كل الإمكانيات بيخسروا وبيتعادلوا، لكن جمهورنا عايز الفرقة تكسب على طول، رافض للهزيمة أو حتى التعادل. عشان كده دايما بنزعل كتير وبيتحرق دمنا كتير. أنا عارف إن جمهورنا مش زعلان عشان الهزايم وبس، زعلان أكتر عشان الأداء والأخطاء الفردية الرهيبة وانعدام الروح. لكن برضه مش معقول يا جماعة كل هزيمة أو تعادل نطلع ونطالب بتغيير الجهاز الفني، خصوصا لو الجهاز لسه ماسك وما خدش فرصته وفي ظروف خارجة عن إرادته زي الإصابات ووفاة شقيق المدير الفني قبل بداية المباراة. وحتى لو عايزين نغير الجهاز الفني، هو البديل لازم يكون أجنبي، على اعتبار مثلا إن المدرب الأجنبي ده هو اللي هيجيب لنا الدوري والكاس والفرقة معاه مش هتخسر ومش هتتعادل. طب المدرب الأجنبي ده مش عايز وقت عشان يتعرف على الفرقة وعلى الإمكانيات الفنية للاعيبة؟ احنا نجيب مدرب أجنبي في حالتين بس. الحالة الأولى إننا نكون في المربع الذهبي وعايزين مدرب كبير يرفع الفرقة ويعليها ويخليها تنافس على الدوري. الحالة التانية إننا نكون عايزين نبني فرقة ننافس بيها على البطولات. وطبعا في الحالة دي مطلوب من جمهورنا إنه يصبر على الأداء والنتائج، لكن طبعا مش هيحصل لأن جمهورنا ما عندوش صبر. لو تغيير الجهاز الفني ضرورة وشيء لابد منه، لازم نخوض تجربة جديدة، تجربة بطلها يبقى واحد مننا، واحد حاسس بالجمهور ومخلص له ومخلص للنادي. والمواصفات دي موجودة في نجمنا الكبير مارادونا بورسعيد كابتن إبراهيم المصري. طبعا في ناس كتير هتقول إن دي مغامرة كبيرة لأن الكابتن إبراهيم المصري لم يسبق له تدريب فريق أول قبل كده. لكن وإيه يعني؟ هو الحاج سيد متولي الله يرحمه لما جاب لنا الكابتن حسام حسن عشان يمسك الفرقة، كان كابتن حسام وقتها عنده خبرة تدريبية؟ بالعكس، كان لسه في بداية مشواره مع التدريب، ومع ذلك نجح وعمل اسمه في مجال التدريب معانا لأننا دعمناه. نفس الكلام برضه مع الكابتن علي ماهر لما الحاج سمير حلبية جابه عشان يمسك الفرقة، كان وقتها لسه في بداية مشواره مع التدريب، كان له بس تجربة قبلها مع الأسيوطي، لكن نجح من خلال النادي المصري إنه يعمل اسم في مجال التدريب ويمسك فرقة عندها إمكانيات كبيرة زي فيوتشر. يبقى إيه المانع بقى إننا نعطي الفرصة لأولاد النادي وأولاد بلدنا، زي النادي الإسماعيلي ما عمل الموسم اللي فات مع الكابتن حمزة الجمل وكابتن حسني عبد ربه، وعطى الفرصة حاليا للكابتن أيمن الجمل. لازم إحنا كمان نجمد قلبنا ونعطي الفرصة لأولاد النادي وندعمهم. النادي المصري ياما عمل اسم كبير للاعيبة ومدربين ومديرين كورة من خارج بورسعيد، لكن كلهم سابونا بعد ما عملنا لهم اسم وقيمة. يبقى آن الأوان إن ولاد البلد ياخدوا فرصتهم، آن الأوان إننا ندعم ولاد بلدنا ونقف جنبهم عشان ينجحوا والنادي ينجح معاهم. وعلى فكرة يا جماعة، الكابتن إبراهيم المصري ما يعرفش أي حاجة عن الكلام ده، إحنا اخترناه عشان عارفين هو قد إيه مخلص للنادي المصري ومحبوب من الجماهير. وعشان كده أتمنى صوتنا يوصل لمجلس إدارة النادي ونشوف الكابتن إبراهيم المصري مدير فني للفريق الأول أو في الجهاز الفني مع الكابتن طارق سليمان، لأن وجود نجم كبير ومحبوب وأهل ثقة زي الكابتن إبراهيم المصري هيعمل حالة كبيرة من الطمأنينة للجمهور في الوقت الصعب ده. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.